يا مساء الفل، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اسهل واسرع بيتزا ستافت كراست في البيت، محشية الاطراف، طعمها تحفة زي الجاهزة من اللي بتجيبيها من المطاعم واحلى كمان منها، والعجينة هتبقى هشة جدا وطرية معاكي. هنا انا عندي كوبايتين ونص دقيق، انا هعمل 2 بيتزا بس، فانا عملت كوبايتين ونص دقيق. طبعا بننخل الدقيق كويس، وده دقيق للمخبوزات او المعجنات. هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، واقلبهم كويس مع بعض. وبعدين هبدأ انزل بالزبادي، انا هنا استخدمت كوبايتين زبادي لان انا عايزة العجينة تكون قطنية، فعشان كده استخدمت كوبايتين، وكمان الكوباية دي صغيرة شوية فاستخدمت كوبايتين. لو انت عندك الكوباية كبيرة كفاية واحدة. هنزل عليها كمان بنص معلقة من البيكنج باودر، ونص المعلقة دي مهمة جدا، ورشة الملح، ومعلقتين زيت. ما تكتريش في الزيت بتاع البيتزا بالذات. وهعجنها بقى كويس قوي. انا هنا عجنتها بمية فاترة، طبعا تقدري تعجنيها بلبن يكون فاتر. وعجنت البيتزا عشان تبقى مظبوطة وحلوة وهشة معاكي، لازم تاخد حقها في العجن، لازم تاخدي وقتك فيها. انا هنا عجنتها حوالي 10 دقايق. فضلت اعجن في البولة بتاعة العجين الاول، وبعدين لما العجينة اتلمت معايا في البولة، بدأت اعجنها على المفرش بتاع العجين. كملت العجن عليه لغاية لما العجينة بقت ناعمة معايا، وسبتها تخمر حوالي ساعة. وبعد كده العجينة كانت ناعمة، كانت خمرت بقى، وفيها نسبة تلزيق بسيطة، بس مش بتلزق جامد، لا فيها نسبة بسيطة كده تحسي انها بتمط معاكي. قسمت العجينة لقطعتين عشان انا هعمل بيتزتين. واول قطعة هتغطيها بستريتش او بورق او باكياس نايلون يعني، وهتفردي بقى العجينة من جوه لبره. عجينة الستافت كراست بالذات لازم تفرديها من جوه لبره، علشان الاطراف معاكي تكون شوية عالية عن باقي العجين. انا بستخدم الصينية دي في الخبز حلوة قوي، بجد بتطلع المعجنات حلوة، بتوزع الحرارة حلو، وسعرها مش غالي، لو انتي لقيتيها هاتيها. وهنا كمان عندي انا حشيت الاطراف شيدر ستيك. لو انتي مش عندك، ممكن تحشيها جبنة مبشورة من الموتزاريلا المبشور، او ممكن تحشيها هوت دوج. انا البيتزا التانية حشيتها هوت دوج، وكمان حشيت معاها جبنة شيدر مبشور. هنا هنقفل بقى الاطراف بتاعه العجين، واهم حاجة ان احنا نقفلها ونضغط عليها كويس قوي لجوه، بحيث ان هي ما تفتحش معايا خالص وقت التسوية في الفرن. لازم تضغطي عليها وتتأكدي ان انتي قفلتي عليها كويس قوي. هنا بقى انا عندي صلصة البيتزا، انا مستخدمة صلصة جاهزة من اللي هي بتتباع في البرطمانات. الصلصة دي بتبقى حلوة وبتوفر معايا وقت بصراحة، لاني بعمل بيتزا كتير، دايما بستخدم الصلصة الجاهزة. انا بفردها بقى كويس قوي على العجينة بتاعتي لغاية الاطراف. انا العجينة دي انا ما الاطراف بتاعتها ما حطيتش عليها اي حاجة، سبتها كده سادة. والعجينة التانية حطيت عليها شوية من صلصة البيتزا بالفرشة كده، مجرد ان هي تديها لون. طبعا الحشوة دي بتاعتك، انا هنا حشيتها فلفل اخضر وجبنة شيدر وجبنة موتزاريلا وشرايح من الهوت دوج، وانا كنت مسوياها الاول. الهوت دوج محمراه كده في شوية زيت، وضروري اي حاجة هتحطيها على البيتزا او العجين عامة لازم يكون بارد، ما يبقاش سخنة من النار يعني. هنا انا حطيت عليها رشة من الزعتر ورشة من الريحان، وهسيبها ترتاح 10 دقايق بالظبط، او اقل من 10 دقايق. وهدخلها الفرن، تكوني مسخناه قبل كده على درجة حرارة 200. هسيبها بقى في الفرن، وده شكلها لما طلع. شايفة الاطراف بتاعتها واخدة لون ازاي، مع ان انا ما كنتش حاطة عليها اي حاجة، ما كنتش حاطة عليها صلصة او اي حاجة. وكمان الجبنة نفسها دايبة خالص على العجينة.
عايزه اوريها لكم بقى من جوه. ودي البيتزا التانية اللي انا حشيتها هوت دوج. شايفه البيتزا بتاعتها ازاي، الجبنه دايبه فيها ازاي، وكمان الاطراف بتاعتها قطنيه قوي ومستويه كويس جدا. دي كانت محشيه هوت دوج. ودي الجبنه دي البيتزا اللي حشيناها جبنه شيدر. يا ريت تجربوا الطريقه دي في البيتزا، فعلا هتطلعي بيتزا اجمل بكتير من اللي بتجيبيها من المطاعم، وولادك هيحبوها قوي لان هي كلها محشيه ما فيهاش حاجه فاضيه. وده كان فيديو النهارده، يا رب يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناه.